ازاي اعرف اني مع الشخص المثالي؟ ازاي اختار الشخص الصح؟ هو ليه بيبقى فيه علاقات ناجحة قوي وعلاقات تانية فاشلة قوي؟ كل دي افكار بتدور في دماغنا على طول، سواء احنا لسه هنخش علاقة او سواء احنا already في علاقة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعض. انا شيرين غنيم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن العلاقات. اول حاجة، ازاي اختار الشخص المثالي؟ مفيش اولا قانون في الكون ولا في علم النفس ولا في اي مكان بيقول ان في حاجة اسمها شخص مثالي، لان طبعا كلنا عارفين ان اي شخص في الدنيا بيبقى فيه عيوب ويبقى كمان فيه مميزات، بس في اشخاص بتبقى فيه عندها عيوب اكتر بكتير من المميزات او العكس. وخليك برضو عارف ان الشخص المثالي بيبقى مثالي بالنسبة لك انت بس. يعني ايه؟ يعني احنا باختصار اختياراتنا في الاشخاص مش زي بعض. ففيه انت ممكن تشوف حد مثالي جدا لان صفاته مناسباك وانت حاببها، وانا ممكن اكون شايفة الشخص ده بالعكس حد وحش جدا ومثلا ما اقدرش اعيش معاه. فالشخص المثالي بيبقى مثالي في عينيك انت بس، او بالنسبة لك انت بس. طب هل انا ينفع اخد رأي حد لما اجي اختار شريك حياتي؟ لا طبعا غلط، وما ينفعش ناخد رأي الناس في اختيار مواصفات شريك حياتنا، لان كل واحد مننا ليه اختيارات مختلفة وليه حاجات بيحبها في شريك حياته وحاجات لا. لان انا منظوري انا مثلا للعلاقات مش زي منظورك انت ليها خالص، فما ينفعش ناخد رأي حد لما نيجي نختار شريك حياتنا، لان الحاجات اللي ممكن تكون مناسبة ليا انا ممكن تكون مش مناسبة ليك انت. فانا بالتالي لما اجي اقدم لك نصيحة انا هقدمها على اساس منظوري انا للعلاقات. في مثلا ستات بتحب الراجل اللي بيخليها تشتغل، بتكون شايفة ان ده راجل مثالي لانه بيديها حريتها في الشغل وبيحترمها وبيقدرها، وبتحب هي يكون مثلا في مساواة بينها وبين الراجل. في ستات تانية رأيها مختلف جدا، في ستات شايفة ان الراجل اللي بيخلي مراته تشتغل ده يعني حاجة مش حلوة، وده ممكن يدل ان هو مش بيحبها او مش بيخاف عليها. فكل واحد بيبص للعلاقة اللي هو فيها بطريقة مختلفة جدا عن الشخص التاني. فمن الاخر ما تاخدش نصيحة من اي حد لما تكون جاي تختار شريك حياتك، لان احنا اختياراتنا وذوقنا في الناس مش زي بعض. تاني حاجة، هو ليه في علاقات ناجحة قوي وفي علاقات فاشلة قوي؟ انا مش هجاوب على السؤال ده، بس انا هقولك شوية حاجات ممكن تخلي العلاقة فاشلة قوي وحاجات تانية ممكن تخليها تنجح. اول واهم واقوى سبب في نجاح العلاقات هو التفاهم والمودة. لو انا وانت مش بنعرف نعبر عن اللي جوانا، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ طب لو انا وانت بنتخانق كل ما نيجي نتكلم او نحاول نتفاهم بتتقلب خناقة، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ طب لو انا وانت في علاقة وفي حد مننا مسيطر قوي على العلاقة وهو دايما اللي رأيه بيمشي ودايما اللي بيفرض اختياراته والحاجات اللي هو عايزها في العلاقة ومسيطر جدا على الشخص التاني، بل وكمان لاغي شخصية الشخص التاني في العلاقة، يا ترى إيه اللي هيحصل في العلاقة دي؟ طبعا حاجة واحدة بس هي اللي هتحصل، وهي اكبر فشل في العلاقة، لان العلاقة اللي مش قايمة على المودة والرحمة بتكون علاقة فاشلة جدا، ولو استمرت بيكون حد فيها بس هو اللي مبسوط. تاني حاجة ممكن تكون السبب في نجاح العلاقة وهي التضحيات المتبادلة. لو حد فينا في العلاقة بيتصرف بأنانية جدا ودايما بيكون هو عايز يستفيد اكتر استفادة من العلاقة وبيستنزف طاقة الشخص التاني وبيتغذى على طاقته ودايما بيختار نفسه، يا ترى ايه اللي هيحصل في العلاقة دي؟ طب لو العكس، في حد فينا من اول العلاقة لاخرها بيقدم تنازلات كتير جدا وتضحيات كتيرة جدا فوق طاقته عشان يخلي العلاقة تنجح، والشخص التاني ما بيعملش كده، يعني في شخص واحد بس هو اللي عمال يتنازل ويضحي عشان العلاقة تنجح، يا ترى ايه اللي هيحصل في العلاقة دي؟ طبعا العلاقة دي هتكون علاقة مستحيلة، وكمان هتكون علاقة سامة، وفي حد في العلاقة هيتظلم، ودي من اكتر العلاقات اللي مش بتستمر لوقت طويل. ثالث حاجة، العلاقة اللي مبنية على حب حقيقي. يا ترى ايه اللي هيحصل لو انا داخلة علاقة
وانا واثقة ومتأكدة ان انا الطرف الوحيد بس اللي بيحب في العلاقة، او العكس. لو انا مثلا داخلة علاقة وواثقة ومتأكدة ان انا مش بحب الشخص ده، وانا عارفة ان الشخص ده بيحبني جدا، وعشان كده بستغل حبه ليا عشان احقق رغباتي واوصل لاهدافي واستنزفه. يا ترى ايه اللي هيحصل في علاقة زي كده لو فيها طرف واحد بس اللي بيحب ومفيش ما بينهم حب متبادل؟ ده طبعا هيكون دليل كبير جدا على النرجسية وعلى التلاعب بمشاعر الناس واستغلال الناس لتحقيق رغباتي، ودي اكبر واوضح صور من صور النرجسية. طب ايه اللي يا ترى هيحصل في علاقة زي كده؟